الحمد لله خلصنا امتحان العربي. طب دي حاجه كويسه جدا جدا والله بجد، يعني افرح قوي ان انت خلصت العربي. اكبر ماده في الثانويه العامه هو اصعب الامتحانات بجد، بس الحمد لله خلص على خير. ايا كان ايه اللي حصل، انا عارف ان في اكيد في اسئله كانت صعبه، وخاصه في النصوص والقراءه يعني ناس اشتكت منهم. والنحو كان فيه بعض التريكات، بس ستيل يعني سمعت ان هو احسن من السنه اللي فاتت، ودي حاجه كويسه. العربي البدايه تكون كويسه، دي حاجه هتساعدك ان انت تكمل كويس. بس ما تقلقش، ايا كان ايه اللي حصل، جبت درجه وحشه درجه كويسه، انت لسه ما تعرفش. اللي انت هتحسبه دلوقتي غير اللي انت هتلاقيه اخر السنه. انا حسبت لنفسي بعد العربي حوالي 10 درجات، هنقصهم 10 درجات، كنت بص مصدوم بجد. بس في اخر السنه لقيت نفسي ناقص كام 5 ونص بس، ففرق كبير جدا. والعربي مش مقياس، لسه في مواد كتير جدا ركز فيها قوي. يعني انا صاحبي كان جايب 61 من 80، يعني ناقص 19 درجه، 19 بس في العربي، انت متخيل؟ فلسه في مواد كتير جدا جايه ركز فيها. امتحان جاي فيزياء، ركز في الفيزياء قوي. الفيزياء هو اضمن امتحان في ثانويه عامه، اقسم بالله يعني اضمن ماده في الامتحانات هي الفيزياء. صاحبي ده اللي هو الناس اللي جايب 61 ده، قفل باقي المواد، نقفل الفيزياء وناقص درجه كيمياء وناقص ثلاثه في الاحياء. فركز قوي في المواد الجايه، لسه بدري. الفيزياء هنخلص ايه في الفيزياء ان شاء الله النهارده، خلص الحديثه. اقعد كده اسهر كده شويه، نام لك مثلا ساعتين واصحى، خلص الحديثه كلها. وبكره خد الكهربيه طول اليوم، يعني هيكفي باذن الله. وبقيه الايام بقى كلها خدها حل، لان الاساس في الفيزياء الحل مهمه جدا في الفيزياء. وهنحل منين في الفيزياء؟ بصراحه لو انت ما حلتش امتحانات كتاب الامتحان خلصها. لو انت خلصتها شوف مثلا اسئله كتاب نيوتن وكتاب التفوق، برضه بسمع ان هو كويس. بس اهم حاجه كتاب الامتحان مهم جدا. وفي برضه ناس بتقول على فيديوهات مستر محمد عبد المعبود، انا كنت بسمعها بصراحه في ليالي الامتحان مع الاستاذ احمد بركه، بس كان في بعض الاسئله تبقى تعجيزيه، يعني بتصعب قوي. فده كان بيخليني برضه ايه، احس ان انا لا يعني ممكن انقص في الفيزياء. والفيزياء انا كنت بحبها جدا جدا، كنت اكتر ماده شغوف بيها هي الفيزياء. فلو انت عندك مشكله مع اسئله كتاب الوسام او اسئله مستر محمد محمود واستاذ احمد بركه، ما تسمعهاش عشان هتتعقد منها بصراحه. حل كتاب الامتحان وركز عليه، وحل شويه كتير. يعني انت في الايام الجايه دي كلها عندك يوم ايه، عندك النهارده تخلص الحديثه، وبكره هتخلص الكهربيه، عندك يوم الثلاث والاربع حل فيهم امتحانات. يعني اليوم مثلا هتخلص فيه بتاع حوالي 8 شوامل، مش اقل من 8 شوامل. الشمال ياخد لك مثلا ساعتين. وركز في الفيزياء على الوقت، عشان بجد اكتر حاجه كانت بتصعب الدنيا في الفيزياء هي الوقت هو اصعب حاجه في الفيزياء. يعني العربي كان صعوبته ان هو طويل جدا الامتحان، بس الحمد لله عدى. لكن الفيزياء مشكلتها الوقت بقى، في كل السنين اللي فاتت المشكله في الوقت. فركز في الوقت مع الفيزياء، ان كل سؤال تقابله تنجز فيه بسرعه. عرفته حلو، ما عرفتوش سيبه وخش على اللي بعديه، وهكذا. عشان الفيزياء بجد اصعب سؤال جه في الفيزياء السنه اللي فاتت كان السؤال اللي كان فيه غلطه. بسبب ايه؟ بسبب ان هو ضيع وقت كتير قوي من الطلبه. فركز قوي في الوقت في الفيزياء، وان شاء الله هتعدي على خير باذن الله، ما تقلقوش. ومبروك للناس اللي خلصت العربي. ان شاء الله الامتحان الجاي تبقى كويسه برده زي العربي باذن الله، او احسن كمان، وتيجي مبسوطين باذن الله. بس ربنا معاكم. سلام.